تحدي ال 10 دولار قصاد 10 جنيه. بناء على طلب الجميع هنعمل تحدي ما بين ال 10 دولار وال 10 جنيه تعمل ايه في مصر؟ في الفيديو اللي فات اللي هو 10 دولار تعمل ايه في امريكا وتعمل ايه في مصر، كان في تعليقات كتيره قوي ان احنا المفروض نشوف ال 10 دولار تعمل ايه في امريكا وال 10 جنيه تعمل ايه في مصر. فيحيى تحداني ان انا اعمل اكله ب 10 جنيه بس، وهو قصادها هيعمل هناك اكله ب 10 دولار. معرفش ايه العدل في ده بصراحه، بس انا قبلت التحدي عشان اثبت له بس ان انا ست بيت شاطره وموفره. وصلنا السوبر ماركت، بس الدنيا زي ما شايفين مطر على الاخر. تعالوا الماركت اللي انا فيه ده يعتبر مشهور بالمنتجات المصريه والعربيه. جبنا جرينلاند اهي، كل حاجه هتلاقيها عربي هنا كتير قوي. زي ما شايفين يا جماعه ده الماركت من جوه. قسم الفراخ البتاع ده ب 6 دولار، كتير قوي ما شاء الله عليها، بس كبيره قوي كتير، احنا مش عايزين كل ده. ده ستيك 16 دولار، باوند بكام؟ ب 11. خليه بقى مكانه كده، مش عايزينه. الاكله اللي هعملها النهارده مع انها ناس كتير قوي اكتشفت انها ما تعرفهاش، بس هي بالنسبه لي بصراحه يعني ليها معزه خاصه شويه. بحبها عشان بترجعني لايام زمان. والاكله دي هعملها فقط ببطاطسايه ب 3 جنيه، وبصلايه، ده بصل ابيض يعني مش احمر، ب 2 جنيه ونص يعني. والمكون التالت اكيد يعني كوبايه رز، هي اقل من كوبايه، انا جبتها ب 3 جنيه. يعتبر المكونات اللي معانا دي كده يعتبر كانها 8 جنيه ونص، وهنحسب الباقي توابل. هنا النص كيلو ب 4 دولار. رجلين الفراخ يا جماعه عامله دولار للنص كيلو او الباوند. وهنا بقى ايه الفخاد نفسها عامله دولار و80 سنت. فدلوقتي احنا عندنا اختيارين، يا اما نجيب قطعه لحمه نص كيلو ب 4 دولار او 5 دولار ستيك، يا اما نجيب فخاد الفراخ ارخص كتير يعني. بصوا يا جماعه السلمون اهو ب 21 دولار، غالي قوي. بعد التفكير المحيص اشتري فراخ ولا لحمه، انا قررت اجيب سمك واغير الاكله خالص. البتاعه دي كلها عامله 5 دولار بالظبط. والله الجمبري حلو برضه. منزوع الرأس كمان يا جماعه، باوند عامل 5 دولار اهو، حلو. والجمبري عمايله سهله يعني. لا بصوا يا جماعه لقيت حاجه تانية اجمل بكتير. فراخ صدور متبله يا جماعه زي ما شايفين، بصراحه جامده جدا. نص كيلو ب 2 دولار، وبصراحه متبله جاهزه، فمصلحه هنجيب نص كيلو منها ب 2 دولار، فلسه يبقى معانا ايه 8 دولار. المهم يا جماعه، لو حد عارف ايه الوجبه اللي انا هعملها بالثلاث مكونات دول بس، يقول لي في الكومنتات ان هو عارفها قبل ما يكمل الفيديو. انا قررت اعمل فطيره بالفراخ، او زي ما بيقولوا ايه كاساديه المكسيكي. بصوا يا جماعه الكاساديه بتتعمل اول حاجه بعيش الكاساديه اللي هو التورتيه. اهو ده يا جماعه التورتيه اهو زي ما شايفين، ده عامل 2 دولار ونص. تعالوا بقى نشوف جبنه الكاساديه فين. جبنه الكاساديه ب 3 دولار. جبنه الفراخ والجبنه والعيش، ناقص الخضره بقى ايه اللي تظبط الكلام. ايوه الافوكاتو. جبت طماطمتين اهمت، فلفلايه مشطشطه، طشايه الشطه اللي تنعنش اهي، دولار ونص اهي. خدت البصلايه دي. دلوقتي هغسل الرز وهقطع البطاطسايه مكعبات، وهقطع البصلايه برضو ونشوف كده هنعمل ايه. هنقطع البصل شرايح صغيره، هنقطع البطاطس مكعبات، نحاول نخليها مكعبات حلوه كده يعني، المهم تبقى قد بعضها زي ما انتم شايفين كده. انا فاشله قوي في موضوع التقطيع ده يعني، والله تحسوها ام وبنتها قوي. مش عارفه ايه ده. انا اصلا ماشيه طول حياتي كده، عمري ما طبقت نصيحه بقولها للناس في حياتي الشخصيه. يا جماعه لو تعرفوا طريقه الانسان ممكن يقطع بيها البصل من غير ما يعيط قولوا لي. بس انا بصراحه بستغل الموضوع يعني، انا اصلا عايزه اعيط على احزاني، فبخش اتحاجج ان انا بقطع بصله وكده، بس انا مش هعيط، انا مكمله. دلوقتي هنبدا بقى في ان احنا نعمل طبختنا. نحط حبه زيت كده، نشوح فيهم بصلايه، ومعلقه سمنه. حطيت معلقه سمنه، هننزل بالبصل بتاعنا بس كده. بقى انزل بالبطاطس، البطاطسايه بتاعتنا هسيبها بقى تتشوح. غسلت الرز كذا غسله وهصفيه بقى. بعدين بقى ايه هاخده احطه على ايه، على البطاطس. هحط عليها التوابل وهحط عليها الرز دلوقتي. احط الرز كده ايه المغسول ده بس، وهقوم ايه بقى مقلباهم مع بعض. حطيت توابل ملح وكمون وفلفل وبابريكا وتوابل فراخ بصراحه يعني، بس هنقلبهم بقى في بعض كده. هحط بقى كوبايه ميه ونص، كوبايه ونص عشان البطاطس يعني، هزودها عن الرز واسيبهم بقى يستووا مع بعض. وصلنا البيت. تعالوا بقى نعمل الكاساديه. الكاساديه دي اللي ما يعرفهاش، هي فطيره عاديه يعني، بس ايه على الطريقه المكسيكي. بس ده الفكره كلها يعني، بدل ما بنعمل بالفطير العادي بنعملها اللي هو ايه بحاجه اسمها عيش التورتيه او التورتيلا. هي اسمها كاساديه او كاساديلا على حسب المنطقه والبلد يعني. بصوا يا جماعه، هذه هي جميع المكونات مع حته الفلفلايه الحمراء دي بتجيب من الاخر. هندوق كده حته. واو
بص هو حراق. شجعوني بقى يا جماعه كده بلايك حلو كده ولاف. انا اول مره اطبخ خصوصا كسديه، يعني انا بطبخ حاجات خفيفه قوي، بس الكسديه دي انا عمري ما عملتها، فانا هبقى معاكم لاول مره ونشوف هتبقى طالعه عامله ازاي. ايه رايكم؟ جامد ده بصل. انا بحب اللون ده بصراحه، يعني بحب لون البصل ده قوي والله العظيم. برنس في التقطيع. انا ماليش في التقطيع قوي يا جماعه. انا عارف في ناس هتقعد تقول لي انت ايه اللي بتعمله ده، هقول لهم معلش سامحوني، الطبخ مهاره لازم كلنا نتعلمها. بس بجد نصيحه لاي حد عايش بره يطبخ في البيت يا جماعه. انا عارف نصيحه عاديه بس الطبيخ من الاكل بره، يعني والله العظيم اطبخ في البيت توفر كتير. المهم احنا دلوقتي عملنا الحاجه زي ما انتم شايفين، هنجيب بقى الفراخ نشوح ونحط كله مع بعضه ونظبط. يلا بينا. بصوا يا جماعه، جبنا بقى الحله دي سريعا كده. هنجيب الفراخ. بصوا يا جماعه بقى نص كيلو فراخ، صح كده ولا ايه؟ قولوا لي يا جماعه. حطينا دلوقتي الفراخ زي ما انتم شايفين، الحمد لله الفراخ جايه متبله جاهزه عشان نظبط ايه الاداء. التتبيله دي تتبيله مكسيك، توابل المكسيكي بقى بيحطوا حاجات مش هتشط، اللي هي توابل الفاهيتا والحاجات دي بتاعتهم. مش عارف بصراحه انا بعمل ايه، حاسس ان انا ببوظ كل حاجه. نرجع لدي تاني عشان ما ببوظش انا الحله. خلصنا يا جماعه سوا الفراخ. نجيب دلوقتي بقى ايه، هنعمل البتاع. جبنا ده اللي هو العيش. دلوقتي هنعمل الكسديه. ده شكل العيش يا جماعه. انا لقيت البتاعه دي معرفش ايه دي بصراحه، بس شكلها عجبني. فتعالوا بقى ايه، دام كله في اوانه ماشي بالحاله، بس كل حاجه ماشيه على باله. انا ايه، انا فين؟ ناس بتغني على مين؟ ناس بتغني على مين؟ ده بقى العيش اللي هو بتاع الكسديه. هنحط كده وهنجيب جبنه الكسديه زي ما شايفين. ايه ده؟ في كميه الدخان ده يا جماعه؟ بالراحه خلي بالكم يا جماعه، البتاع هيولع. استنى البتاع ده كده فوقيها، صح كده ولا حد يقول لي يا جماعه بالله عليكم؟ بس معانا لسه كمان شويه لحمه تكفي شويه كسديه تاني. احنا عملنا 3 حرفيا، يعني احنا ممكن دي وجبه تكفي كام واحد، تكفي كام فرد الوجبه دي. وها هو معشوق الجماهير. وجبة اقتصادية ما كلفتش 10 جنيه وطعمها جميل، يعني انا دقتها بصراحة حلوة. يعني ممكن تضيفوا توابل زي ما انتوا عايزين، ممكن تتعمل بصلصة عادي، بس انا عملتها ببصل بس. في ناس بقى بتسميه مدفونة، في ناس بتسميه مقهورة، حاجة كده مكبوتة، حاجة تبع رضا الشربيني كده، او ملكومة حاجة كده يعني. بس انا عندي بسميه كشري بطاطس عادي يعني. ايه رايكم في الطبخ؟ اول مره والله اعمل الحاجات دي كلها، يعني العمليه نجحت. بصوا زي ما انتم شايفين شكلها. بسم الله. والله مش عشان انا اللي عاملها، البتاعه دي خطيره. واللي عجبني اكتر حاجه يا جماعه العيش الاحمر ده، عيش وخلطينه بطماطم او بصلصه، فمدي طعم الصلصه من غير ما احط صلصه. الجبنه خطيره، الفراخ تتبيلتها رهيبه، في بهارات بتلعب، يعني في ماتش بهارات بيلعب جوه بقي حاليا. ما الطبخ سهل اهو يا جماعه، وانتم مصعبين علينا ليه يعني؟ بس بصراحه نصيحه لاي حد عايش بره يا جماعه، اطبخوا في البيت ارخص 100 مره. يعني 10 دولار كفتني لو انا فرد واحد، هتكفينا اهو فطار وغدا وعشاء. يعني ممكن اقعد طول اليوم اكل في هذه الوجبه يعني انا لسه حرفيا فاضل لي لسه 2 كمان ما عملتهمش. وانا ما كده ما استخدمتش الافوكاتو، دي كانت غلطه، فانا ما ينفعش كنت اجيبها. فهي فعلا من غير الافوكاتو كلفت 10 دولار، ف 10 دولار تكفي غدوه المجموع. ممكن واحد يجيب حاجه تانية، رز ومكرونه وبانيه وبتاع، ف 10 دولار بصراحه انا شايف سعر حلو قوي لوجبه غدا لكذا فرد. او ممكن تكفي 10 دولار يوم كامل لفرد واحد هنا في امريكا يعني. لكن لو عايز ياكل بره، ف 10 دولار دي ما تكفوش غير وجبه غدا واحده، ممكن ما تكفيش، تبقى ب 11 12 ساعات 15 ساعات 18 على حسب المطعم. فحرفيا لو انت هتاكل من بره غدا فطار وغدا وعشاء، فانت هتصرف لك في اليوم 30 ل 50 دولار والله العظيم. فطار برضو نفس الفكره، 7 8 دولار، كوبايه قهوه مع اي معجنات وبتاع مش عارف ايه، سندوتش صغير كده داخل لك في 8 9 دولار.
عندك غدا 12 ل 15 دولار، عندك عشاء نفس الفكره 10 ل 12 فانت عندك 30 35 دولار في اليوم. بس كده يا جماعه، قولوا لي تحت بقى في الكومنتات عايزيننا نعمل تحديات ايه تاني. اللي هتقولوه وهياخد لايكات اكتر هو هيبقى الفيديو الجاي، ولا هتبقى فكره الفيديوهات. انتوا يا جماعه هتختاروا معانا فكره الفيديو واحنا هنعملها. اشوفكم فيديو جديد. معاكم يحيى كريم، سلام عليكم، وايمان طبعا.